السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وهي حلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده معانا حلقه مميزه، هنشوف ايه الجديد في سينما 4 دي 2025. انا عندي الاصدار ده اللي شغال بيه 2025.0.2 وده اخر اصدار نزل من السينما 4 دي على حد علمي. طيب ايه الحاجات الجديده اللي نزلت؟ احنا متعودين ان الحاجه الجديده في البرنامج بيعملوا لها هايلايت او بيكون ليها لون مميز، زي في السيموليت كده في حاجات اتجددت، في الكرييت، في الفايل. الكلام ده لو مش موجود عندك وعايز تتاكد ايه الجديد، ممكن تروح عندك على edit وبتروح على preferences او الشورت كات بتاعها كنترول اي، وبتبص هنا تلاقي بيقول لك في الانترفيس عندك الهايلايت فيتشرز، بيقول لك انت عايز تشوف ايه الجديد في انهي فيرجن. يعني مثلا لو رجعت لحاجه زي 2024 تبص تلاقي الحاجات بتتغير اللي بيديها هايلايت 2023 كذا كذا وهكذا. طبعا الكلام ده بقى بيدي لك كميه من الفيرجنز القديمه كبيره جدا. الاول كان بيرجع لك 2 فيرجنز او 3 فيرجنز، فاحنا هنقول له احنا عايزين نشوف ايه الجديد في 2025، اديله هايلايت بس كده، دي اللي عايزينها. طيب الجديد عندنا حاجات زي ما احنا شايفين الهايلايت كده، فايل وكرييت وسيميوليت، وفي حاجات يعني ايه في التاجز برضو. دي الحاجات الرئيسية اللي اتطورت معانا. طيب اول حاجة فايل، عندنا هنا برضو الاكسبورت واخد هايلايت. فهي عندك في الاكسبورت حاجة اسمها اليو اس دي اكستنشن. اليو اس دي ده اختصار ل Universal Scene Description. ده اكستنشن جديد عملته بيكسر، خاص بيه ان انت تقدر تصدر الملفات بتاعتك. مثلا لو انت شغال على السينما 4 دي وواحد تاني معاك في الفريق شغال على 3 دي ماكس، وواحد شغال مثلا على بلندر، وهكذا شغالين على سوفت ويرز مختلفة، او شغالين على فيرجنز مختلفه من نفس السوفت وير، مش محتاجين ان انت تقعد تسيف بفيرجن محدد. يعني الفريق واحد يسيف بنفس الفيرجن بتاع برنامج محدد. يعني نفترض ان انت شغال على جزء بتعمل مثلا اوبجكت ما على السينما 4 دي، وفي حد تاني شغال او كان شغال على مشهد قبل كده وانت عايز تكمل عليه، وكان شغال عليه على ال 3 دي ماكس وانت ما بتعرفش 3 دي ماكس او بلندر او غيره. فموضوع التصدير للاكستنشن الجديد اللي عملته شركه بيكسر العظيمه بيسهلك الدنيا، بيخلي كل الناس بتشتغل يعني بتصدر. واليو اس دي ده بيخلي الملف بتاعك بيشتغل على اي برنامج. يعني بتشتغلوا مع بعض مثلا على اي برنامج. يعني لو حاجه من السينما 4 دي هتشغلها في الماكس، او الماكس تشتغل في السينما 4 دي، او بيتعمل يعني بيتجهز بلاتفورم اصلا خاص حاليا لشغل اليو اس دي، حاجه زي شبه الانريل كده. برضو ملفات الانريل ممكن تتصدر يو اس دي وتقدر تشتغل عليها. فالموضوع هدفه التسهيل، ان الناس اللي شغاله على برامج مختلفه تقدر تصدر باكستنشن واحد، وما يحتاجوش ان هم كل شويه سيف از، ومره يصدر اف بي اكس، ومره او بي جي، ومره سينما 4 دي، ومره دوت 3 دي اس، والكلام ده كله. فده باختصار اليو اس دي. طيب عندنا هنا في قائمه كرييت، في عندك في التاجز حاجه جديده. هنا في الانيميشن تاجز هتلاقيها واخده دوت اللي هي فيلد درايفر، هنرجع لها دلوقتي. بس خلينا الاول نشوف حاجه هنا في الهيلب. عندك في حاجه كده جديده بس هم ما مدينهاش هايلايت ليه معرفش، اللي هي السينما 4 دي هوم. تفتحها هتبص تلاقيها بالشكل ده، تلاقي فيها في مشاريع، في تمبلتس، وفي المشاريع اللي كنت فاتحها قبل كده اللي هي الريسنتس، وفي مثلا اعلانات لتوتوريالز او حاجه زي كده. في كمان ممكن تضيف مشاريعك الخاصه. يعني انت ممكن تبدا تضيف هنا مثلا تمبلتس. ممكن برضو عندك في حاجة هنا في اللايبراري، في الكرييت. دي كلها يعني حاجات هي صغيرة بس يعني بتسهل الشغل برضو. ممكن تكون شغال على بروجكت معين وبتقول له add file to database او add scene to database، فالسين بيبدأ يظهر معاك هنا. يعني مثلا لو عملنا حاجة سريعة كده بوكس، ومثلا سفير، اي حاجة زي كده، وقلنا له تعالى هنا. انا هنا في اللايبرري، في الكرييت بتاعه اللايبرري مش الكرييت اللي فوق دي. فبضغط كده وبقول له مثلا add scene to database، فبيضيفه لي هنا اللي هو السين رقم 3 ده. هتلاقيه هنا في الانكاتيجورايزد. ولو جيت مثلا
لو ضغطت عليه كده دبل كليك، بص انا هنا فاتح ملف واحد، فلو دبل كليك كده بيفتح لي فيرجن جديد من الفايل بتاعي. دي حاجات برضو كنت شغال عليها كده انا وعامل لها سيف، فبرضو بيفتحها لك في ملفات جديدة. فدي برضو حاجة ممكن تسهل شوية لو عندك مشاهد بتعوز ترجع لها كتير. الموضوع ده ممكن تسيف المشاهد دي وتفضل معاك شغالة كتمبلتس. طيب الحاجات بقى التقيلة اللي هي حصل فيها تطور في النسخة دي، في موضوع الكرييت وفي موضوع السيميوليشن، والسيميوليشن بشكل اساسي في البارتيكلز. بس خلينا نشوف الكرييت ايه اللي حصل معانا، اللي هو التاج الفيلد درايفر ده اللي هو ده. طيب الفيلد درايفر، خلينا مثلا ندلت الكلام ده ونشوف ايه الفيلد درايفر ده ونقفل دي كده. طيب خلينا ناخد مثال على حاجة مثلا زي التكست. الفيلد درايفر ده حاجة شبه الاكسبريسو. الاكسبريسو دي أداة برمجية في السينما 4 دي بتخليك تقدر تتحكم او تعمل شغل انيميشن بشكل ادفانسد جدا. يعني مثلا تحرك حاجة فتخليها فهي تحكم لك في حركة حاجة تانية. تحط كونديشنز، تحط شروط، تقول له لو عملت كذا اعمل لي كذا. ده الاكسبريسو. فالدرايفر فيلد ده حاجه شبه كده بس خاصه بالفيلدز. الفيلدز اللي احنا عارفينها مثلا لما نيجي نضيف هنا فيلد من الفيلدز دي، الفيلدز دي احنا عارفين انها بتشتغل مع حاجات معينه. يعني مثلا انا حاطط كلونر، فبحط له مثلا راندوم فيلد او تربلنس او الكلام ده، فبيعمل لي شويه انيميشن فيه او حركه. لكن في بعض الحاجات عندك في السينما 4 دي الفيلدز العاديه دي ما بتشتغلش معاها، ففي الحاله دي بتحتاج الفيلد درايفر ده. خلينا ناخد مثال. فيلد درايفر اقدر اجيبه هنا لو وقفت مثلا على حاجه زي التكست وقلت له رايت كليك وانيميشن تاجز وفيلد درايفر، اقدر اجيبه من هنا، او اقدر اجيبه من هنا من كرييت برضو وتاج وانيميشن وفيلد درايفر، فبيتحط معايا بيظهر هنا جنب الاوبجكت بتاعي كتاج. واقدر كمان اجي على الحاجه اللي انا عايز اتحكم فيها بالفيلد درايفر. مثلا عندي الفيلد درايفر هنا، انا عايز اتحكم مثلا في الهوريزونتال سبيسنج، يعني عندك حاجه اللي هو المسافه مثلا اللي بين الاحرف، او عايز اتحكم في الدبس الاكستروجن ده بتاع الحرف بتاعك. الكلام ده انا عايز اعمله فيلد درايفر، فانا ممكن مثلا اجي هنا على الهوريزونتال سبيسنج ده ورايت كليك واقول له عندك هنا فيلد درايفر واد، فبيضاف لك هنا. طيب لو رحت على الفيلد درايفر كده بعد ما ضفته، هتبص كده تلاقي فيه شويه البارامترز اللطيفه دي. اول حاجه السترينث القوه بتاعته، والمود، والسامبلنج لوكيشن، وفي عندك البارامترز هنا، وفي عندك الفيلدز. فهنرجع كده للتكست وهنقول له انا عايز اتحكم في الهوريزونتال سبيسنج. لو جيت اتحكم فيها كده بص تلاقيها بترجع مكانها تاني، لو جيت اصغر بترجع مكانها تاني وخدت العلامه البينك دي. ده معناه ان بقى الكنترول بتاعها خلاص مش من هنا، لا الكنترول بتاعها دلوقتي بقى هنا من الفيلد درايفر. طيب الفيلد درايفر هنا انا ممكن اقول له خلي لي الحروف كده اقل حاجه مسافه من بينها. احنا طبعا عملناه عشان نتحكم في المسافه الافقيه بين الحروف، وهقول له خلي لي الماكسيمم مثلا حاجه زي مثلا وليكن 500، حاجه زي كده. طيب وبعد ما ضفت الكلام ده انا عايز اتحكم في الحاجه دي بفيلد. عندي الفيلدز هنا بقى، اقدر اضيف الفيلد اللي انا عايزه. يعني مثلا لو ضفت هنا وليكن لينير فيلد مثلا، فبص عندك تيجي تحرك بيأثر معاك في الحروف. الكلام ده ما كانش بيتأثر قبل كده بالفيلدز، يعني التكست ما كانش بيتأثر بالطريقة دي في الفيلدز. طيب عندي ايه كمان ممكن اعمله؟ ممكن مثلا اجي هنا، يعني خلينا نحذف اللينير فيلد، ناخد حاجة كده يعني مثيرة شوية. اقول له تعالى كده واديني بدل اللينير فيلد كده، هضغط عليها ضغطة مطولة وهنزل على الفيلدز دي هقول له حط لي ساوند فيلد. انا عايز اتحكم في الكلام ده بساوند، هحط تراك معين مثلا، هضغط هنا في الساوند تراك وهقول له لود ساوند حمل لي صوت. وعندي مثلا مجموعة الاصوات دي حاجة زي وليكن كده مثلا، حملت الصوت ده وهنزل تحت
وهدوس بلاي. هتبص تلاقي الكلام بيتحرك معاك كده على النغمة اللي شغالة او على الصوت اللي شغال. طبعا تقدر تحدد الجزء اللي انت عايزه من التراك الصوتي، حاجات زي كده. فبتبص تلاقي الانيميشن اللطيف ده. طيب ايه اللي اقدر اعمله تاني في الفيلد درايفر؟ ممكن اجي على الفيلد درايفر كده وارجع على التاج بتاعي او البارامترز، اقول له انا عايز اضيف حاجه تاني، يعني مش عايز بس اتحكم في المسافه، انا عايز اضيف بارامترز تانية. ممكن اضغط هنا اد بارامتر واقول له، بيقول لي بقى التكست او بيجيب لك خصائص الاوبجكت بتاعك ده انت عايز تتحكم في ايه، فاقدر اختار منها. او الاسهل ان انا اروح على الاوبجكت نفسه واقول له والله انا مثلا عايز اتحكم برضو في الدبث، فكده بضغط عليه وبعدين رايت كليك وهقول له الفيلد درايفر واد. فهبص هنا هلاقي هو نفس الفيلد درايفر اللي احنا حاطينه او الفيلد ايكون، لكن ظهر لي هنا جزء خاص. ادي الدبث فوق اهو، وادي الهوريزونتال سبيسنج اللي احنا عملناه من شويه. فهاجي مثلا على الدبث ده وهقول له خلي المينيموم بتاعك خليك كده صفر. هتبص تلاقي مفيش سيكنس خالص، مفيش دبث. وهقول له خلي الماكسيموم مثلا بتاعك وليكن مثلا يا سيدي 300. وهبص كده هلاقيه بيتحكم لي في السبيسنج وفي الدبس في الاتنين مع بعض. طبعا الكلام ده برضو ممكن اتحكم بالفيلد، يعني ممكن الغي الساوند فيلد ده واحط فيلد تاني يتحكم لي في الدبس وهكذا. يعني كمية تفاصيل وتحكم رائعة جدا وبتدي لك شغل حلو قوي. طيب ده الفيلد درايفر باختصار. تقدر لو عايز مثلا تحذف حاجة، يا اما هتحذف كله كده هتدوس ديليت فهيتحذف التاج كله، يا اما لو عايز تحذف حاجة معينة منه مش كله هتيجي تقف عليها كده زي مثلا المينيمم دي وهقول له رايت كليك وعندك فيلد درايفر ريموف فهيحذفها ويخلي لي الدبث بس. فلو جيت اعمل بلاي كده هبص الاقي الدنيا شغالة معايا كده. ولو رجعت للتكست عندك هنا هتلاقي الهوريزونتال سبيسنج رجعت شغالة معاك تمام من غير اي مشاكل. وتبص تلاقي الانيميشن على الدبث بس وفقا للتراك الصوتي او الفيلد الصوتي اللي احنا حاطينه. فده عندنا الفيلد درايفر. طيب عندنا بعد كده التحديثات العظيمة والكبيرة في موضوع البارتيكلز والاميترز والكلام ده. طيب عندك هنا السيموليت طبعا واخده لون اصفر. ففي عندك بيقول لك في حاجات الكونكتورز طورت، يعني شغل الكونكتورز انا مش شايف ان فيها اختلاف كبير، فاحنا هننزل على شغل البارتيكلز على طول. عندك الاميترز والموديفايرز دي حاجات اتطورت بشكل كبير جدا. في عندك الاميتر كان عادة عندنا هو اميتر واحد اللي هو هنا البارتيكلز ليجاسي او الاميتر ليجاسي اللي هو ده، ما بتقدرش تتحكم فيه بشكل يعني كامل. مثلا زي شكله كده المربع، الكلام ده لا اتطور دلوقتي. هندلت ده ونرجع تاني ونقول له احنا بدل البارتيكل ليجاسي ده لا احنا عايزين اميتر. فيه عندي 4 انواع من الاميترز. هاخد اول حاجة البيزك اميتر، فمجرد ما بنزله بينزل معاه على طول باي ديفولت البارتيكل جروب دي بتنزل معاه على طول دلوقتي، ما بينزلش لوحده. فعندي البيزك اميتر بروح اول حاجه على الاميشن، فبيقول لي ايه شكل الاميتر اللي انت عايزه. الديفولت طبعا والشكل الوحيد اللي هو كان الريكتانجل اللي احنا شايفينه ده، لكن دلوقتي انا ممكن اقول له انا عايزه سيركل حاجه زي كده، عايزه مثلا كيوب. وكيوب بقى هيطلع لك من كل الفيسز، هيطلع لك بارتيكلز من ال6 اوجه بتوعه. عايزه مثلا سفير هيطلع لك بارتيكلز من كل حته. عايزه بوينت هتبص كده تلاقي فيه زي خط كده، هي بوينت وبتطلع بارتيكلز في الاتجاه بتاعها. طيب خلينا كده نمسك مثلا السيركل ده. طبعا عندك اول حاجه الدايمنشنز الاكس والواي، الحاجات دي اللي هي بتاعت حجم الاميشن. وفي عندك الحاجه الجميله جدا اللي هي الاميشن مود. الاميشن مود كان المعتاد الموضوع كونستانت، يعني اطلاق مستمر، يعني هو بيطلع لك بارتيكلز بشكل مستمر.
لحد ما تقول له مثلا اللايف تايم كذا، او وقف لي عند المرحله الفريم رقم كذا فبيوقف. لكن هنا عندك الاميشن مود 3 دول، بقى في عندك الكونستانت اللي هو المستمر العادي ده، وبقى في عندك الشوت يعني دفقه او يعني ضربه واحده. يعني مثلا لو عملنا كده شوت واحنا حاطين هنا الكاونت 100 وهدوس بلاي، هو خلاص اطلق 100 وخلاص وقف على كده، اطلقه مره واحده. لكن الكونستانت في كل فريم او في كل ثانيه على حسب، يعني في هنا يا اما بير فريم يا اما بير سكند، بيطلع لك العدد اللي انت حاطه هنا. فده الفرق بين الاثنين. البولز بقى ده بيطلق لك دفعات على فترات. يعني لو جينا هنا هنقول له البولز اطلق لي 100 بارتيكل خلال 15 فريم، اطلق لي 100، وخلي فيه جاب او مسافه بينهم وبين اللي هيطلقوا بعديهم 15 فريم تانيين. يعني لو دوست بلاي كده هو اطلق 100 اهو، يعني خلينا نبص من الجنب، اطلق 100 بارتيكل خلال 15 فريم، وبعدين وقف 15 فريم تانيين، وبعدين بدأ يطلق التانيين دول في المسافة هنا لحد ما يوصل 15 فريم تاني ويوقف، وبعدين ياخد جاب 15 فريم ويوقف وهكذا ويبدأ يطلق تاني. فبيعمل لك الموضوع في شكل دفقات بالشكل ده. وتقدر طبعا تتحكم في كل الكلام ده، تقول له خلي مثلا المسافات بين الدفقات دي وليكن 5 فريمات بس، يعني عشان الموضوع يبقى سريع مثلا. فبص كده تلاقي المسافة بينهم هنا بقت صغيرة. لو قلنا له خليها مثلا 50 فريم، وخلي بدل ما تطلق في 15 فريم لا خليك تطلق في 5 فريمات، يعني تطلق بسرعة والمسافات تكون بينهم كبيرة. فبص كده اطلق دي بسرعة واستنى كل ده، يعني استنى 50 فريم واطلق التانية وهكذا. فطبعا يعني ده تنوع كبير جدا، وتقدر هنا في الديستريبيوشن تقدر تحمل البريسيتس او تلعب في الكلام ده في سرعة الاطلاق وفي الجابس والكلام ده كله بكل تفاصيله. طيب عندنا ايه تاني هنا؟ عندك البروبرتيز. اول حاجة فيهم الجروب، بيقول لك البارتيكل جروب اللي هي نزلت باي ديفولت مع الاميتر بتاعنا. فهي بتكون موجودة هنا. يعني لو مش موجودة او عملت كرييت جروب مثلا، جروب تاني لأي غرض وعايز تستخدم الكرييت جروب التانية دي، فهي يعني بتسحب اللي انت محتاجها فيهم وبتحطها هنا. هقول له كنترول زد. طيب اللايف تايم انفينيتي، يعني اشتغل كده اطلق الى ما لا نهاية. خلينا نرجع على الاميشن ونقول له خليك كونستانت عشان نبقى شايفين الشغل بتاعنا. حاجة زي كده. لو قلت له انا مش عايزك انفينيتي، فبيقول لي الاكسبكتيشن انت عايز طيب لحد فريم مثلا كام. لو سبتها صفر كده ودوست بلاي هو مش هيطلع حاجه خالص. لو قلت له مثلا حاجه زي اللايف تايم، يعني لو قلت له 30 فريم، فانا هقول له خليك انفينيتي. هنا طبعا السبيد لو عملناها مثلا 1000 هتلاقي الدنيا اسرع. وممكن نزود بقى عدد او كميه البارتكلز بتاعتنا اللي هي بقى اسمها ريت دلوقتي. نقول له خليها مثلا وليكن 2000 مع السرعه اللي رفعناها. شوف هنبص نلاقي المنظر بالشكل ده. نرجع تاني على البروبرتيز. في عندك حاجات زي الالاينمنت والانجولار فيلوسيتي والكالر والريديوس والكلام ده، ممكن تجرب فيها. هي اتريبيوتس بسيطه او يعني خصائص بسيطه تعدل فيها وهتدي لك شغل حلو. لكن عشان التفاصيل كتير ومش عايز اطول وقت الفيديو فهنسيبها بقى اجرب فيها. خلينا نشوف باقي الحاجات المهمه. في عندي هنا في انواع الاميترز، خلينا ناخدهم كلهم كده. ناخد التاب دي وهقول له نزل لي مش اميتر، وهتنزل كده. المش اميتر ببساطه هو اميتر عادي، بس بدل ما بيطلق من نفسه بيطلق من اوبجكت محطوط له. يعني مثلا لو جيت كده عملت كيوب ولا حاجه وجيت على المش اميتر كده وقلت له ده الجيومتري اللي هتطلق منه، هنبص نلاقي البارتيكلز طالعه معانا بالشكل ده. طيب الموضوع كمان تفصيلي اكتر من كده. يعني هنضغط ان بي،
لو جيت كده عند الكيوب ده مثلا وانا عايز البارتيكلز تطلق من جزء معين منه او من فيس معين منه، هقول له حوله لي الاريتابل بولي، هضغط سي كده عشان يتحول، وهمسك البوليجون ده واي عشان اعمل له انست، وهقول له افترض ان انا مثلا، يعني خلينا نسحبه كده كنترول واسحب لجوه، هقول له افترض ان انا عايز بس الفيس ده هو الوحيد اللي يطلع لي بارتيكلز. وانا ماسكه كده هروح على السلكت وهعمل set selection او store selection من هنا، وهيظهر التاج بتاعها كده، وهروح على المش emitter وهقول له هنا عندي في restriction. هو مديلك بيقول لك انت ممكن تعمل مثلا بفيرتكس ماب او تعمل بست سelection، يعني ممكن تعمل بالاتنين دول ان هما يطلقوا لك، يعني تحدد مثلا فيرتكس او تحدد بوليجونز وتستخدمهم. فهنا هقول له اديني في الريستريكشن دي بالبوليجون ده، وهرجع للصفر وهقول له بلاي، فهيبدأ يطلق لي بص من الفيس ده بس. طيب احنا عايزين نزود عدد البارتكلز دي، هي هنا طالعه واخده البوينتس، يعني لو جيت عند الاميشن هنا هتلاقيها واخده البوينتس اللي هم الاربع نقاط دول هو بيطلق منهم، فهنقول له لا احنا عايزينك تطلق من السيرفيس بالكامل بالشكل ده. طبعا تقدر تتحكم في السرعه والدايركشن والكلام ده كله، طبعا تقدر تتحكم في السرعه وكل التفاصيل زي الاميتر التاني بالظبط. يعني لو جينا عند السبيد هنقول له مثلا خليك 300، بص تلاقي الدنيا اسرع. لو جينا عند الاميشن هنقول له خلي الريت مثلا 1000، فبقت الدنيا بالشكل ده. طبعا تقدر تتحكم فيه برضو في الدايركشن بتاع الحاجة. هنا الفوليوم طبعا لو ضغطت عليها بيطلع لك من الفوليوم بقى حوالين داير كله. هنا تقدر برضو تخليها شوت او بوز او كونستانت نفس الكلام. فخلينا نبص كده على البروبرتيز دي برضو. عندي هنا الدايركشن نورمال، فانا ممكن اقول له غير لي الدايركشن ده خليه في الاكسس. في الاكسس دي هيقول لي طب انت عايزه في انهي اكس، يعني لو فتحت الاكسس دي هو حاطه لي على الزي باي ديفولت، فهنبص كده تبص تلاقيهم ماشيين في الاتجاه ده، في الواي مثلا ماشيين في الاتجاه اللي فوق، في الاكس ماشيين لقدام. فبتقدر تتحكم وتجرب في الكلام ده براحتك. ممكن تقول له انا عايزك راديال حاجه زي كده، عايزك راندوم، فتقدر تجرب في كل التفاصيل دي براحتك. طيب ده المش ايميتر. في حاجه نسيت اقولها قبل ما ندخل على الريبروديوس والسبلاين ايميتر، ان البارتكلز نفسها دلوقتي بقت متاحه في اكتر من شكل. لو جيت هنا مثلا عند يعني البارتكل جروب الاولانيه او الثانيه، هلاقي هنا بيقول لي الدرو مود بتاعها انت عايزه ايه، عايزها دوت ولا اروز ولا تكس ولا لاينز ولا هاندلز ولا ايه بالظبط. دي اشكال مختلفه ليها. خلينا نلغي الاول الكيوب ده، وهنلغي المش ايميتر والجروب بتاعته. طيب ونلغي برضو البارتكل جروب دي، ده البيزك ايميتر والبارتكل جروب بتاعته. لو دوست بلاي كده وجيت على البارتكل جروب هنا، مجرد ما بمسكها بيدي الهايلايت كأني ماسك السفيرز دي. فيقول لي انت عايزها دوتس زي ما هي ظاهرة كده، ولا اروز حاجة زي كده، ولا تكس، ولا لاينز، ولا هاندلز. طبعا الحاجات دي تساعدك ان انت تحدد وانت شغال مثلا بحاجات زي الراندوم والتربلانس والكلام ده او الروتيشن، تقدر تشوف الحاجه اللي بتلف معاك مظبوط او زي ما انت عايزها ولا لا. هنا طبعا تقدر تيجي عند الدرو راديوس يدي لك القطر للحاجه زي كده، وممكن تقول له مثلا خليه زي كده كبر لي حجمه. يعني لو جيت عند الدوتس كده قلت له مثلا خليها لي كده، تبص تلاقي حجمها كده بقت تشيتوس كده في نفسها. فدي حاجة كده سريعة نسيت اقولها. طيب نرجع تاني للحاجات اللي عندنا اللي هي الريبريديوس والسبلاين ايميتر. الريبريديوس دي اللي هي اعادة الانتاج. ريبريديوس يعني انا عندي بارتيكلز وعايز اطلع من كل بارتيكل او من مجموعة من البارتيكلز بارتيكلز تانية.
فلو ضفتها مثلا كده عندي ريبريديوس وقلت له اعمل لي بلاي، هتبص تلاقي في بارتكلز جديدة لونها احمر ظهرت معاك بالشكل ده. طيب البارتكلز دي انت ممكن تخلي كل بارتكل تطلع بارتكلز تانية، بس طبعا الموضوع هيبقى تقيل جدا معاك، فتبقى شغال بحذر. لو قلت له بير بارتكل هيخلي كل واحدة تطلع بارتكل منها، وهنا اقدر اعمل فاريانس او تنوع في العدد، يعني ما خليش بالظبط كل واحدة، لا ممكن كل اتنين، يعني على حسب ما ترفع القيمة دي هيعمل لك التنوع ده. وممكن تخليها ديستريبيوت زي ما هي حاصل دلوقتي، ان هي بتمشي معاك مع البارتكلز بتاعتك من ناحية الكمية. فهقول له كده بير بارتكل، بص كده ترجع عليها تاني، مثلا هنقول له خليك كونستانت مستمر. بص كده الانفجار اللي حاصل. طبعا تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها، الاوفست والفاريانس والسيد والكلام ده كله. والريبريديوس دي بيتعمل بيها تريكات كتير، من ضمنها اللي هي التريكات بتاعت الفاير ووركس. تلاقي الالعاب الناريه بارتيكل واحده بتطلع، يعني مثلا من عامل بيزك اميتر كده وبيطلع منه بارتيكل، وبعدين تيجي البروديوس تاخد البارتيكل دي وتطلع منها 5 6، فبتدي لك الايفكت بتاع الفاير ووركس. وهتلاقوا توتوريالز كتير على اليوتيوب بتعمل الكلام ده. بس انا بحاول اقلص الموضوع قد ما اقدر عشان المعلومات كتير ومش عايز الفيديو يطول اكتر من كده. طيب خلينا نلغي البروديوس دي وهنرجع على السبلاين ايميتر. سبلاين ايميتر من اسمه اللي هو بيعمل لي ايميتر من خلال سبلاين. نقفل الكلام ده. طبعا السبلاين ايميتر نزل برضو بالبارتيكل جروب بتاعته، فانا لو قلت له مثلا اديني هنا وليكن اي حاجه زي الفلاور مثلا، لو جبتها كده ودوست بلاي مفيش حاجه لان احنا لسه ما ضفناهاش. لو رجعت على سبلاين ايميتر هيقول هنا انت فين الجيومتري بتاعك، هقول له خد الفلاور دي واعمل بلاي، فيبدا يطلع لي البارتكلز بالشكل ده. طيب هنلاحظ ان البارتكلز طالعه يعني بشكل عشوائي على اليمين والشمال. طيب هنا نفس الكلام برضو، الستارت فريم والشوت ولا مستمر ولا دفقات، عايزها بير فريم ولا بير سكند. البروبرتيز التانية هنا برضو السبيد عندك، الدايركشن. هنا طبعا الدايركشن راديال ممكن تعمله على اكس معين، يعني ممكن تقول له اكسس وبيختار لك اكس كده، فتقدر تغيره. طيب انا ممكن اكون عايز الحاجة دي مثلا اقول له خليها لي ريل مثلا، فهيعملهم لك زي ترسبات كده على الجوانب بتاعة السبلاين بتاعك. طيب عندنا ايه تاني هنا؟ خلينا نرجع على البروبرتيز، نقول له مثلا خليه كده على التنجن ويورينا الافكت بتاعك. بص كده لو بصينا مثلا من فيو بورد 2 دي هتلاقي التانجنشال ده يعني بيعمل لك كأنه على خط واحد. هو طبعا واخد الحاجة بامتدادها، يعني هو ماشي لك عليها كده في اتجاهين، يعني في الاكس والواي، ومش ماشي في الزد. فانت لو عايزه بنفس الدقة دي تمام، عايز تعمل فيه فاريانس، يعني عايز اوكي اعمل لي خط زي كده ماشي فيه البارتكلز بس خلي فيه شوية قدام وشوية ورا، او عرض لي المساحة اللي انت شغال فيها دي، ممكن اعمل الكلام ده من خلال سبريد. يعني اعمل له افراد كده مثلا شوية، اقول له خليك 20 مثلا. بص كده تلاقيه بدأ يفرد على يمين وشمال الشيب بتاعنا. فده عندك السبلاين اميتر. وده يفرق عندنا عن حاجة هناخدها اللي هي فول سبلاين. ده اميتر مستقل كده في كل التفاصيل بتاعته. في افكتور او موديفاير تاني اسمه فول سبلاين هناخده دلوقتي. طيب عندي هنا السبلاين ده انا هقفله او هدلت خالص كده، والبارتيكل دي برضو.
كده احنا خدنا كل انواع الاميترز. طيب خلينا نشغل الحاجة دي. طيب انا عندي هنا مجموعة من الموديفايرز اللي هم دول اللي ممكن يساعدوني في شغلي مع الاميترز او البارتكلز. حاجة زي الكالر مابر، لو ضغطت عليها كده ونرجع للصفر تاني وندوس بلاي، بص مجرد ما حطيتها اديت لي الوان جميله جدا للبارتكلز بتاعتي. خلينا نزود بس التايم، نقول له خليك 500 عشان نشتغل براحتنا، و اديني كده الالوان دي. طيب الالوان دي عباره عن ايه؟ كلر مابر ده بيدي لك الوان ممكن تظهر معاك في الريندر مباشره لو انت شغال ريد شيفت. لو شغال حاجات تانية زي الاوكتين او فيري او اي ريندر انجن تاني مع السينما 4 دي، ما بتظهرش بالشكل ده، بتظهر مختلفة او بتشتغل عليها شوية عشان تديها نفس الافكت ده، لكن هي بتطلع دايركت معاك لو انت شغال ريد شيفت. طيب عندي هنا دي الالوان اللي ظاهرة معانا. طب ليه اللون الازرق كده هو المسيطر؟ لان احنا هنا عندنا بنقول له لما توصل الفريم رقم 30 خلاص دي النهاية بتاعتك، يعني ده عند الفريم 30، فهو بيلون الحاجات دي بسرعة لحد 29 وهنا 30 واللي بعده بياخد الازرق. فاحنا لو عايزين الازرق ده مثلا يعني ياخد جزء صغير، احنا عندنا 500 فريم، فممكن نقول له والله خلي ده مثلا في الفريم رقم 400 حاجة زي كده، وندوس بلاي. هنبص نلاقي الالوان بتمشي معانا والازرق بيبقى في الاخر خالص هنا لما بيدخل في ال400. طيب هنا عندنا مجموعة من البريسيتس. لو قفلنا الجريدينت ده ممكن اقول له لود بريسيت واديني اي حاجة، مثلا لو انت حابب حاجة مثلا شبه المية ممكن تقول له اديني حاجة زي كده واعمل بلاي، هتبص تلاقيها بالشكل ده. تقدر تقف على الالوان دي وتعمل لها مثلا انفيرت، يعكس لك يجيب لك الابيض في الاول هنا. تقدر تقول له اعمل لي دبل النوتس دي، فبيكرر لك الالوان حاجة زي كده، بيعمل لها دوبليكيت يعني. طيب في ايه عندك تاني هنا؟ طيب في عندك هنا السورس، ممكن تعدل لو انت حابب تضيف مثلا فيلدز معينة تعدل بيها هنا. في عندك النويز يعمل لك الافكت ده، تقدر برضو تحمل بريسيتس براحتك. فخلينا كده على البروبرتي زي ما احنا شغالين. طيب عندي ايه تاني هنا في الموديفايرز؟ ممكن اروح كده اقول له يعني خلينا نمسك كل الموديفايرز دي نشوف اللي فيها اللي ممكن نشرحه بسرعة. في عندي حاجات مميزة زي الفلوك والكوليد والبايرو والستيك والسيرفيس اتراكت والكلام ده، بس طبعا مش هنلحق نشرح الكلام ده كله في حلقة واحدة، فخلينا ناخد مثال سريع كده نشرح فيه قد ما نقدر من الحاجات دي. طيب انا عندي هنا مثلا هقول له اطلع لي بالاميتر ده، اطلع بيه فوق كده واعمل لي بلين. وهنقول له البلين ده عايزينه كولايدر، فرايت كليك ما بتجيبش الكولايدر من بوليت تاجز، مش الكولايدر ده عشان ما تلخبطش، لا بتروح على السيميوليشن تاجز وبتاخد الكولايدر ده. فهقول له بلاي. خلينا كده نرجع للبارتكل جروب ونقول له خليها دوتس وخلي الحجم بتاعها مثلا 1 حاجة زي كده، لان شكلها بشع بصراحة، شكلها كبير جدا. ممكن نزود عددهم، نقول له هنا خليك مثلا في الاميشن ادينا 3000 مثلا، حاجة زي كده. طيب اول حاجة عايز اجربها معاك، يعني قبل ما نجرب اصطدام البارتيكلز بالبلين بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله، يعني خلينا نخفي البلين ده دلوقتي، نجرب نمشي البارتيكلز دي على مسار. في عندي هنا حاجة اسمها
فولو سبلاين في الموديفايرز بتاعتي، يعني سواء جبتها من هنا او من هنا فولو سبلاين. طيب خلينا نحط هيليكس. نظبطه كده قصاد الاميتر، يعني حاجة زي كده. وممكن نقلل الراديوس بتاعه كده مثلا، حاجة زي كده، ونرجع بيه لورا شوية. وممكن نزود الهايت. وهنيجي عند الفولو سبلاين وهنحط فيه الهيليكس بتاعنا، وهنقول له بلاي. طبعا المفروض ما يديش السلوك ده يعني المفروض يمشي مظبوط على السبلاين بتاعنا، بس ده غالبا حاصل بسبب ان الهيليكس بتاعنا مقلوب. يعني لو مسكنا الهيليكس ده المفروض ان دي البداية بتاعته. فحاجة من اتنين، يا اما نعمل له روتيشن زي كده، يا اما تعمل له انفيرت من الفولو سبلاين. هنقول له انفيرت سبلاين دايركشن، حاجة زي كده، ونقول له ارجع اعمل بلاي تاني. كده بقى بادئ معايا من هنا. هتبص تلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل كده، ماشي على السبلاين. وتقدر تعمل له تربلانس، تعمل له نويز، تعمل له اللي انت عايزه. في عندك هنا مثلا المود، في حاجة اسمها فورس وجايد وريل. الريل اللي هو ممشيهولك كده على المسار بتاعه. الفورس هيتعامل كأنه حاجة زي الفيلدز، يعني هيتعامل كأنه قوة بتدفع. يعني بص كده، بص الدوران اللي بياخده بيزق لبره، حاجة زي كده. وده الجايد بقى بيمشيهولك بالظبط على السبلاين، بس بيبقى عامل زي الخيط، يعني بيمشي لك كأنه بيضغط البارتيكلز مع بعض، او عايز يمشي كل بارتيكل بالظبط على المسار، حاجة شبه كده. طبعا كل حاجة ليها استخداماتها وشغلها. لو جيت مثلا عايز تعمل ميكس بين الجايد والريل، يعني انت عايز تمشيه بس في نفس الوقت مش عايزه يبقى رفيع قوي كده، فممكن تلعب بقى في القيمة بتاعة الميكس دي. حاجة زي كده مثلا، زي 24 دي. هو ملتزم بالسبلاين، بس في نفس الوقت ما بقاش عامل زي الخيط، يعني وسع معاك الدنيا شوية. بس انا بفضل مثلا لو عايز امشي حاجة على مسار زي كده، هقول له خليك ريل والتزم لي بالمسار زي ما انت ماشي عليه. طيب هنا افكت ريديوس 200 سنتي، ممكن اقول له يعني غير لي في الكلام ده، مثلا خليه 300 ونشوف هيعمل ايه. في حاجات كده بدأت تطير، فخلينا نرجع مثلا نقول له طب خليك 100 وارجع ابدأ معانا من الصفر. فهنلاقيه عمل معانا الافكت اللطيف ده. طيب ده بالنسبة للفولو سبلاين. في عندنا شوية حاجات هنا تاني غير فولو سبلاين. خلينا ندلت ده وندلت الهيليكس، ونرجع لموضوع البلين والبارتكلز اللي عايزينها تنزل عليه. خلينا نظهر البلين اللي احنا ادينا له كولايدر موديفاير من شويه. طيب هنقول له بلاي، مفيش حاجه نازله، يعني هو لسه مفيش جرافيتي. فنروح على السيميوليت، وزي ما قلنا هو بيتعامل مع الفورسز فيها، فهنقول له اديني جرافيتي ويتعامل كده. طيب هو رغم ان انا اديت تاج، بس هو لسه مش شايفه. فاروح هنا عندي حاجه اسمها الكولايد، هضيفها، فبتنزل كده، ودي الاتريبيوتس بتاعتها.
وهرجع اعمل بلاي، فهبص الاقي الكولايدر او التصادم حصل معايا والدنيا زي الفل. ابص كمان الاقي الباونس هنا او الارتداد بتاع البارتكلز بتخبط وبترد معايا بشكل سليم، مفيش مشكله. لو جيت كده على الكولايد هقدر اتحكم في الحاجات دي، اتحكم في الراديوس واتحكم في الباونس الارتداد ده. مثلا لو عايزه الحاجه ما تتطيرش قوي كده هقول له مثلا خليك 20، حاجه تخبط كده وتعمل باونس خفيف زي كده. طبعا عندك هنا المشكله دي بتاعت ان الحاجه بتنزل لتحت، ده بسبب ان السينما 4 دي. يعني خلينا الاول بس نرجع دي، نقول له خليها مثلا 80. شوف كده المشكله شغاله معانا ولا لا. هي شغاله جزئيا، ده بسبب ان السينما 4 دي بياخد الاوامر بالترتيب. يعني هنا مثلا المفروض ان انت تقول له تأثر لي بالجرافيتي الاول ويخلي لي الكولايدر في الاخر. نجرب كده ونشوف. وبالفعل شبه يعني ما فيش اي تأثير ليها خلاص، يعني الدنيا بقت شغالة زي الفل. فبتيجي هنا برضو على الكولايدر تلاقي فيه مجموعة من الاتريبيوتس. الديناميك فريكشن مثلا، لو الاحتكاك ده عايزه بقى ديناميك، عايز حاجات تحتك وحاجات احتكاكها قليل، عايز الباونس يزيد يقل، الفاريشن تعمله كيل، يعني الحاجة اللي تنزل تخبط فيه تختفي، ما تعملش مثلا كولايد، ما تعملش تصادم. فدي كلها حاجات تقدر تجربها في الكولايد. طيب الحاجات اللي احنا بنحطها زي الجرافيتي والكولايد والكلام ده، دي بتنزل للمشهد بالكامل. بمعنى ان انا لو جيت مثلا، يعني خلينا نوقف كده وننزل بيزك ايميتر تاني، خليه حاجة مثلا زي كده وهندوس بلاي، هتبص تلاقي ان الاتنين مأثر عليهم الجاذبية. ده شيء طبيعي. لكن لو عايز الجاذبية عندك تأثر على اميتر واحد، او اي موديفايرز عندك عايزها تأثر على اميتر واحد، فمحتاج ان انت تاخد الحاجات دي. ودي من ضمن فوائد البارتيكل جروب، ان انت تاخد الحاجات اللي انت عايزها تأثر تحت البارتيكل جروب اللي انت عايز تأثر عليه. يعني هنا مثلا بارتيكل جروب اللي هو بتاع البيزك اميتر الاولاني اللي هو ده، انا لو خدت الجرافيتي والكولايدر وحطيتهم تحتيه، فالتأثير بتاعهم مش هيبقى المشهد بالكامل، هيبقى للإميتر ده بس. خلينا نجرب كده. هتبص كده تلاقي فعلا هنا الدنيا الجرافيتي مأثرة نازل، ده مش مأثرة فيه، ده ماشي زي ما هو. الكولايد والتصادم والكلام ده برضو مأثر معاك هنا فقط. طيب خلينا نقفل او نشيل الاميتر ده ونرجع هنا. في شوية حاجات هنا تاني برضو عايزين نجربها. خلينا نعمل روتيشن للبلين ده. خلينا بس نلغي الورك بلين ده او الجريد دي مش لطيفة يعني. هنقول له بلاي. بص كده الحاجة بتخبط وبتنزل بشكل طبيعي. طيب لو انا عايز الحاجة تنزل مثلا تعلق شوية او تلتصق شوية او الكلام ده، او ان الحاجة ما تبقاش بارتكلز بالشكل ده، يعني خلينا مثلا نضيف حاجة زي الفلوك. الفلوك ده بص يعني فلوك يعني بيجمع لك القطع مع بعض، كأنه مثلا البارتكلز بدل ما كل واحدة لوحدها والدنيا سموث كده وكأنهم مية متنطورة أو حاجة زي كده، لا هو بيخليها لك زي تكتلات. فده شغل الفلوك. يعني خلينا كده ندوس بلاي، نرجع من الأول. طيب خلينا كده نروح على الاتريبيوتس بتاعته، نزود أول حاجة السترينث، نقول له خليك 10 مثلا. برضه انا حاسس الدنيا يعني تأثيره مش باين قوي. خلينا نغير بقى في التو اتريبيوتس دول، اللي هي الكوشن سترينجز والكوشن ريديوس. هنقول له خليك مثلا 4، وخلي الريديوس هنا 10. بص كده، بص البارتيكلز بدأت تمسك في بعضها ازاي.
الاول كانت الدنيا معاك، يعني مثلا لو لغينا ده ورجعت، بص البارتكلز ماشيين ميه واحده، ماشيين مع بعض كانهم جزيئات ميه متناثره او كده. لما بنضيف الفلوك لا، بيحصل تقطيع، كانها بقى اتحولت كانها عجينه، او بقى فيها تقطيع، او بقى فيها تكتلات. فده شغل الفلوك، ان هو بيعمل لك التكتلات دي. طيب عندي حاجات تانية برضو زي في عندك الستيك. ستيك يعني عالق او ملتصق او حاجه زي كده، يعني خليل البارتكلز دي تنزل، جزء منها يلزق وجزء ينزل، او كلها تلتصق بالاوبجكت اللي نازله عليه. ففيها عندي كده هقول له بلاي، بص كده الافكت الجميل جدا ده. ممكن اجي مثلا اقول السترينث والله خليها مثلا لا 50، يعني خلي حاجات تعلق وحاجات تنزل وهكذا. خليها لي مثلا اقل، حاجة زي كده، فهيبدأ يوقع اكتر. طيب في عندك حاجات كتير ممكن تقدر تجرب فيها مع نفسك عشان وقت الفيديو طويل قوي مننا. طيب اهم حاجة بقى ازاي هنرندر الكلام ده، او ازاي البارتكلز دي هتظهر معانا في الرندر، من خلال ان احنا هنحط البارتكل جروب. يعني هو في كذا طريقة، اسهلهم وافضلهم ان انت تحط البارتكل جروب دي فوليوم بيلدر وفوليوم مش. هنحط كده فوليوم بيلدر، وهنحط جواه البارتكل جروب. فهتبص تلاقي الدنيا بالشكل ده. ممكن تقلل حجم الفوكسل شوية، تقول له خليه مثلا 5، فالدنيا بتنعم معاك. وبعد كده بنحط الفوليوم ميشر مع الت كده عشان تيجي تشيلدرن ليها، فهيظهر معانا الدنيا بالشكل ده. طبعا ممكن اجي كده عشان اعدل الكلام ده شويه. ممكن اجي كده على الفوليوم بيلدر وهقول له خلي الفوكسل سايز مثلا زود لي اس دي اف سموث عشان ينعم لي الدنيا، او صغر لي الفوكسل سايز. بص الاس دي اف سموث، تحس الدنيا بقت ليكويد جدا. طيب هي ليه بتخترق كده؟ احنا حاطين كولايد بس حاطينه هنا تحت البارتكل جروب، لا احنا محتاجين نطلع الكولايد والجرافيتي، بس خلينا نطلع الكولايد بس دلوقتي ونشوف الدنيا هتظبط ولا ايه. يعني محتاج ان انت لما تحط فوليوم بيلدر او فوليوم ميشر يكون الكولايد بره الجروب بتاعه، فالدنيا تمام وزي الفل. وطبعا الكلام ده بتقدر ترندره، لان دي خلاص دي بقت مش عادية، تقدر ترندرها عادي خالص، تدي لها ماتيريال وترندر زي ما انت عايز. طبعا تقدر تعدل في الكلام ده براحتك، يعني ترجع مثلا تقلل الفلوك، فتقلل التكتلات فيبدأ يظهر انحناءات. تلعب مثلا في الستيك الحاجات العالقة، يعني تقدر تعدل في الحاجات دي وفقا للي انت عايزه. بس كده يا شباب، حاولت قدر الامكان الم لكم في الحلقه دي الجديد في سينما 4 دي 2025. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس وشير الحلقه مع اي حد مهتم. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي، السلام عليكم.